مساء الخير والسعادة والهنا على أحلى وأغلى ناس في الدنيا. الفطير المشلتت، الفطير المشلتت أو فطير الأفران أو فطير الرول، وده أسهل وأبسط فطير. لو طفلة كده هتعمله، يعني حد كده عنده 10 سنين والله العظيم من كتر سهولته ممكن تعملوه. وكمان ممكن تعملوه على البوتاجاز، يعني تجيبوا طاسة زي ما أنا بعمل كده، ملوش لزوم الفرن خالص، وهيطلع معاكوا احلى فطير مشلتت وطري جدا جدا وطعمه زي العسل. بس كل اللي انا طالباه منكم ان انتوا تدخلوا كده، لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي اعملوا لي لايك، لان اللايك مهم جدا عشان بيرفع الفيديو. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، زي ما بتكبروا بخاطري في كل كلمه حلوه وكل تعليق بتكتبوه. واعملوا لي متابعه عشان نكبر مع بعض، وتدوني دافع وتدوني طاقة إيجابية كده إن أنا أشتغل وأقدر أصور لكم فيديوهات، لأني أنا بحبكم كتير كتير والله العظيم. بفرح جدا من كل تعليق، حتى لو عملتولي قلب بفرح جدا، وبعرف إن في ناس مهتمة بي. هنشتغل على نص كيلو دقيق، بس أنا كان عندي شوية فوق النص كيلو قد دول كده حطيتهم، يعني انتوا اشتغلوا على نص كيلو دقيق. واكيد اكيد لازم تكونوا مجربين الدقيق اللي هتشتغلوا بيه، لان الفطير المشلتت يا جماعه من المخبوزات اللي لازم يكون الدقيق بتاعها يكون ما بيطردش السمنه، يكون ما بيتعصبش، كل ما نفرده يلم معانا، يكون من ما بينشفش، ويكون فيه عرق قوي. انا جايبه دقيق سايب، مش هضحك عليكم. ولو هتشتغلوا بدقيق اكياس الكوثر، 5 نجوم، الضحى، كل الدقيق الانواع دي حلوه ماشي. فطير الافران بيحطوا عليه سكر، انا هضيف معلقتين كبار سكر هنا كده. الفطير المشلتت الفلاحي بصراحه ما بحطش عليه سكر خالص. وهننزل كمان تقريبا بربع معلقه ملح صغيره اهو، وشويه ميه بس. هو دي الايه، بس هنزل هنا كده لحد ما ايه السكر يدوب تحت ايدي بالشكل ده. بصوا، مش عاوزينها عجينه لينه لينه، احنا عايزينها عجينه يعني ومش متماسكه قوي ماشي. انا هوريكم العجينه بتاعتنا عامله ازاي، بس ايه هفضل اعجن فيها لحد ما تنعم كده تحت ايدي وتتلم بالدقيق ده كله. بقت عامله ازاي؟ بصوا اهي بالشكل ده كده، بصوا كده. هنركنها بس 10 دقايق بس كده ترتاح وتنعم اكتر من كده شويه كمان، ونشتغل فيها. الكيس ده مكانه زبده، يعني ايه، انا كنت لافه بيه زبده في عادي. تعالوا بقى كده بصوا، دي زبده. بصوا هنا كم مكعب كده. احنا مثلا ممكن يبقى معانا 200 جرام زبده، كوبايه زبده كده، وهنشوف هناخد منها قد ايه. احنا مش هنسيحها، احنا هنشتغل بيها بدرجه حراره المطبخ. زبده اهي. ممكن بقى عايزين بفرن ماشي، اللي انتوا عاوزينه، بس هو يفضل زبده 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 يعني ماشي اهو. بصوا يا جماعه، يا دوبك عدى ربع ساعه تلت ساعه كده، العجينه بتاعتي ارتاحت، وتبديل الدقيق بس كده خفيفه. عشان ايه بقى؟ عشان هننزل بالعجينه بتاعتي دي هنا اهو. بسم الله اهو. العجينه يا جماعه ماشيه تحفه تحفه كده والله العظيم. بصوا بصوا ما بفرد بيها فيها بايدي كده اهو. نبدا نفرد بقى، الرخامه نضيفه وزي الفل اهو. بصوا كاننا بنعمل ايه بقى، كاننا بنفرد عجينه السينابون كده، او العجينه اللي بنعملها كرواسون مثلا او باتيه اهو ماشي. فردت اهو تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والزبده بدرجه حراره المطبخ اهو. بصوا انا سيحتها بايدي كده عشان كانت مجمده تمام اهو بالشكل ده كده. بصوا كده الزبده كلها غلفت الايه، غلفنا بيها العجينه برضو، كاننا بنلف السينابون، نفس الموضوع السينابون بالظبط اهو. بصوا رول بقى كده. رشه زيت خفيفه كده يا جماعه، بصوا اهو، رشه خفيفه كده ماشي. والفصيل معايا اتلف اهو. هنجيب بس السكينه بتاعتي ونبدا نعمل على قد الايه، نقطع بقى على قد ماشي كده.
نسوي دي بس من هنا كده اهو. هنعمل ايه بقى زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعه نص ساعه بالظبط هنسيبها ترتاح وندخلها التلاجة بس عشان الزبده تمسك تاني. يا جماعه خدت اول واحده اهو، يا دوبك بعد ما قطعتهم زي ما انتوا شايفين دهنت الصينيه بتاعتي زيت، وبعد كده سبتهم في التلاجة لان بصراحه الجو حر. بعد كده جبت واحده بس وعملتها من الجناب من هنا، قفلتها كده من الجناب، وهبدا ان انا ايه افردها اهو. بصوا ممكن بايدي اهو، بصوا هنفردها كده اهو. نفردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كملت بايدي فرد اهو. بصوا الفرد سهل جدا جدا زي ما انتوا شايفين، بس هنعمل ايه هقلبها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. قلبتها بس اهو تمام. نبدا نديها حته زبده كمان ونبدا ان احنا نقفل ده اهو. بصوا اهو كده ونركنها كده، هنحطها في الصينيه كده ونسيبها ترتاح. خلاص يا جماعه بعد ما عملتهم زي ما انتم شفتوا حطيتهم في الصواني كده تمام. وبعد كده هخبزهم. ولعت الفرن بتاعي اهو وهم ارتاحوا، يعني بعد ما انا حطيتهم في الصواني سبتهم ارتاحوا، تحسوا ان هم انفردوا. بصوا بعد يعني ارتاحوا قوي. تعالوا سبتهم ربع ساعه تقريبا. تعالوا بصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بتمشي معانا ازاي ما شاء الله، شايفين اهو. بس عشان ما تبقاش ايه رقيقه قوي. انا بيتهيألي كده والله اعلم دي مش هتنفع مع دي بقى، نشيلها. بصوا بعد ما دخلوا الفرن كده شايفين اهو، ما خدوش يا دوبك 10 دقايق، ما كان 10 دقايق بالكتير اهو. هوريهم لكم دلوقتي بعد ما يخلصوا. النتيجه يا جماعه طالعه بسم الله ما شاء الله تحفه، وريحته قلب الدنيا بجد، خطير خطير، وطريقه سهله جدا يعني. تعالوا كده شوفوا.